كابتن خطيب عمل بيان شكر فيه اعضاء مجلس الاداره ولم يشكر كابتن حسام غالي. امبارح ما بين ناس بتأيد وناس بتعارض، يعني ناس بتأيد تقول لا ما ينفعش كابتن خطيب ما يشكرش حسام غالي، في ناس بتقول لا عادي ده هو ده اللي حصل والراجل طلع انتقد والراجل ما كانش بيه، يعني كلام عايز رأي منك واضح. طبعا واضح جدا وصريح. انت عارف ان انا واضح. لا يعني ايه، بلاش لا خالص. الكروس اللي بتعمله. انا بشوف ان كابتن محمود الخطيب هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي دلوقتي، وهو رب البيت الاهلاوي، وبالتالي هو اللي بياخد القرارات. هو مين اللي دخل حسام غالي القايمه من 4 سنين؟ كابتن خطيب هو اللي اختار حسام، لانه واختاروا كمان مشرف على فريق الكوره، خلاص يعني ملف الكوره معاه، لانه هو شايف، او ساعتها هو كان شايف ان عنده حاجه يقدر يبقى هو اللي بعد كده في النادي الاهلي. كابتن خطيب شاف انه، او مجلس الاداره او كابتن خطيب يعني شاف انه حسام من وجهه نظره هو اللي بيشوف، هو اللي معاه في المجلس، هو اللي بيجي. حسام بقاله مثلا 5-6 شهور ما راحش، او بقاله اكتر من سنه وشويه ما راحش اجتماعات مجلس الاداره، وبالتالي هو شاف ان هو فهي درس للناس انه الفتره اللي جايه ياسين بن منصور نائب رئيس النادي، خد بالك من الكلام، ياسين بن منصور نائب رئيس النادي الاهلي هو اللي هيبقى رئيس محتمل للنادي الاهلي بعد 4 سنوات. دي وجهه نظري في الموضوع ده. انا عايزك ترد لي على جزئيه حسام غالي. ما انا قلت لك حسام غالي يعني ايه اللي مش فاهم؟ يعني كابتن خطيب عنده حق ولا ما عندوش؟ عنده حق طبعا. عنده حق طبعا لانه من وجهه نظري حسام غالي اخطا. انا عمري ما شفت حد طلع واتكلم بهذا الشكل في اسرار تخص مجلس اداره النادي الاهلي، وبالتالي كان يجب ان يكون الاصدقاء اللي بيطلعوا يقولوا او المؤيدين لحسام غالي كل واحد بوجهه نظره. هم حرين. انا صاحبي مهيب هطلع ادافع على مهيب لان انا شايف، او انا شايف ان وجهه نظر مهيب صح، فهطلع اتكلم عنها. لكن انا كرئيس نادي ما ببصش على حسام، ولا ببص على اسمي انا كمحمود الخطيب، انا ببص على كيان النادي الاهلي.